في احتمال كبير إنك مش مميز زي ما أنت فاكر، والموضوع مش إهانة. الموضوع حقيقة بنحاول نداريها. بقيت أمشي في الشارع وأحس إني شايف نفس الشخص متكرر، نفس قصة الشعر، نفس المشية وطريقة الكلام، نفس الإفيهات ونفس الذوق الموسيقي، ونفس الجملة اللي الكل مقتنع بيها: أنا مش زي الباقي. الغريب كلهم شايفين نفسهم مختلفين، وده طبيعي. في تجربة لعالم النفس سولمون آش، الناس اختارت إجابة غلط واضحة بس علشان الأغلبية اختارتها، مش علشان هما ضعاف الشخصية، لكن علشان الإحساس بالانتماء أقوى من الإحساس بالصح. موضوع التجربة ما كانش سؤال بسيط، وإنما كان اختبار: تحافظ على رأيك ولا تحافظ على مكانك وسط الناس. دلوقتي في خوارزمية بتقعد معاك كل يوم، بتشوف إيه اللي بيلفت نظرك وتكمله، وبتتعلم منك، مش بس علشان تعرض لك اللي بتحبه، لكن علشان تزقك ناحية النسخة اللي المجتمع بيتقبلها أسرع، نسخة أنجح، أجمد، أجمل وأقوى، ونسخة شبه الباقي من غير ما تحس. كل لايك، كل متابعة، كل فيديو كملته للآخر بيتحول لإشارة، والإشارات دي بتعيد تشكيل ذوقك تدريجيا، ومع الوقت بتبقى مقتنع إن ده اختيارك. السؤال مش ليه كله بقى شبه بعض، السؤال لو اتسحبت منك كل المؤثرات دي كنت هتبقى نفس الشخص؟ قبل ما تقول استنى، ممكن تكون دي أول مرة تشك إن جزء من شخصيتك انكتب من غير ما تاخد بالك. انت فاكر إنك مختلف عن الناس اللي حواليك، بس الدراسات بتقول حاجة غريبة: الغالبية العظمى من قراراتنا اليومية متأثرة بطريقة غير واعية باللي حوالينا، حتى لو مش بنلاحظ. مثلا في دراسة كبيرة على آلاف الشباب في أوروبا والولايات المتحدة، الباحثين لقوا إن اختيار قصة الشعر أو الستايل أو حتى طريقة الكلام بتتقسم لمجموعة صغيرة من الأنماط، ومعظم الناس بيتبعوا نفس الأنماط تقريبا. يعني اللي فاكر نفسه مختلف غالبا بيتحرك في نفس القالب. مش بس سلوك خارجي زي قصة الشعر وطريقة الكلام، ده كمان بيظهر في التعبيرات الوجهية والحركات الدقيقة. في تجربة علمية استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديوهات اليومية، لقوا إن نسبة التشابه بين ملامح الشباب في العمر نفسه بتوصل لأكتر من 70%. الغريب كل واحد فيهم عنده إحساس حقيقي إنه فريد. الفرق الحقيقي بين اللي بنحس بيه واللي بنعمله بيكشف إن إحساسنا بالاختلاف غالبا وهم. ولو ركزت شوية هتلاحظ إن نفس الظاهرة موجودة في كل حاجة: المشية، طريقة الجلوس، حتى العبارات اللي بنستخدمها في الكلام اليومي. دي مش مجرد صدفة، ده سلوك اجتماعي متأصل بيخلي أغلبنا نسخة متكررة من غير ما نحس. في ستينيات القرن الماضي عالم النفس سولمون آش عمل تجربة غريبة بس ذكية جدا. حط مجموعة من الناس قدام سؤال واضح: أي خط من التلاتة أطول؟ الأغلبية قالت جواب غلط، وبالرغم من وضوح الإجابة بعض المشاركين اختاروا نفس الغلط بس علشان ما يخرجوش عن الأغلبية. يعني حتى لما نعرف الصح، الضغط الاجتماعي ممكن يخلي قراراتنا تتغير. المفارقة هنا التمرد على الأغلبية صعب حتى لو إحنا مقتنعين بالصح. دي مش مجرد تجربة قديمة، دي نسخة مصغرة من حياتنا اليومية. اختيارك للستايل مش دايما حر، ساعات مجرد محاولة انتماء.
الجملة اللي بتقولها في الشارع أو على السوشيال ميديا ممكن ما تكونش فكرت فيها، بس أنت بتستخدمها لأن الأغلبية بتستخدمها. حتى اختياراتك في الذوق، الأفلام والأغاني أو حتى الهوايات ممكن تتشكل بمؤثرات خارجية من غير ما تحس. وبالتالي الهوية الشخصية مش ثابتة زي ما بنعتقد. الغالبية من اختياراتنا اليومية ممكن تكون مجرد انعكاس للضغط الاجتماعي، مش قرار حقيقي نابع من جوانا. دلوقتي تخيل نفس التجربة، بس بدل 7 أشخاص قاعدين معاك في الأوضة، في خوارزمية ذكية كل يوم بتقرر إيه اللي تشوفه، إيه اللي بتكمله، وإيه اللي بتتجاهله. مش بس بتعرض ليك المحتوى اللي بتحبه، الخوارزمية بتتعلم منك، بتحلل كل لايك ومتابعة، كل ثانية قضيتها في الفيديو، وبعدين بتبدأ تزقك ناحية النسخة اللي المجتمع بيتقبلها بسهولة. يعني النسخة اللي بتشوفها من نفسك على الشاشة غالبا مش مجرد اختيارك، لكنها نسخة معاد تشكيلها، شكل معين للجاذبية، شكل معين للشخصية القوية، وشكل معين للنجاح. وانت فاكر انك اخترت كل ده، بس الحقيقة ان البيانات بتعيد تشكيلك تدريجيا من غير ما تحس. الغريب معظمنا مقتنع فعليا ان ده اختياره الحر، لكن كل لايك، كل متابعة، وكل فيديو بتكمله هو جزء من عملية إعادة تشكيل هادئة ودقيقة وفعالة تجاه شخصيتك الحقيقية. دلوقتي خليك صريح شوية مع نفسك. آخر مرة غيرت رأيك بس علشان تكون زي اللي حواليك؟ آخر مرة اخترت ستايل أو طريقة كلام أو حتى موقف علشان تكون مقبول؟ مش شرط الكلام ده يكون على حاجات كبيرة، ساعات الاختيارات الصغيرة بتكون هي الأكثر تأثيرا. خد مثال بسيط، ممكن تكون فتحت حساب على التيك توك وشفت فيديو عادي، وفي خلال ثواني قليلة لقيت نفسك بتحاكي نفس طريقة الكلام للشخص اللي عامل الفيديو، نفس تعبير وشه أو حتى طريقة ضحكته. ممكن تقول ده أنا بس بتعلم حاجات جديدة، أو حتى واخد الموضوع بهزار، لكن الحقيقة عقلك بيتشكل تدريجيا. أو تخيل مرة كنت داخل على أصحابك على القهوة، واحد فيهم بدأ يستخدم جملة معينة أو نكتة معينة، ومع الوقت تلاقي نفسك بتستخدم نفس الجملة من غير ما تحس. الموضوع مش بس سلوك خارجي زي ما قلت، ده جزء من تكرار اجتماعي داخلي بيتجدد كل يوم. في اللحظة دي بتبدأ تشوف التشابه مش بس في الناس اللي حواليك، لكن في نفسك كمان. النسخة اللي بتختارها أحيانا مش مختلفة زي ما انت فاكر، النسخة من النسخ اللي حواليك. دلوقتي بعد كل اللي حكيناه خلينا نواجه الحقيقة. انت معتقد انك مختلف، لكن الحقيقة ان جزء كبير من شخصيتك واختياراتك، حتى تصرفاتك اليومية، تم تصميمها من غير ما تحس. عقلنا مش آلة تفكير زي ما احنا فاكرين، وإنما نظام اجتماعي متطور. كل مرة بتضحك فيها على ميم، كل لايك، كل متابعة، عقلك بياخد إشارة إن ده شيء مقبول. كل تجربة صغيرة بتعيد تشكيلك تدريجيا علشان تناسب القالب اللي الأغلبية أو النظام الرقمي شايفينه مناسب. يعني اللي فاكر نفسه حر في اختياراته غالبا بيتحرك داخل قالب محدد، نسخة محسوبة مسبقا من مقبولية المجتمع والخوارزميات، مش قرارك الصافي. والأدهم من ده، معظمنا مش بيحس بالفرق، مقتنعين إن كل حاجة هي اختيارنا الحر. السؤال اللي لازم تفكر فيه دلوقتي، هل الاختلاف اللي انت فاكره فعلا موجود، ولا مجرد وهم ونتيجة تكرار مستمر للأنماط اللي حوالينا وسلوكياتنا المتشكلة من غير ما ناخد بالنا؟ الفرق بين شعورك بالاختلاف والحقيقة الواقعية
هو الفرق بين حرية الاختيار ونسخة محددة مسبقا منك. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتقولي رأيك بخصوص تفرد ووهم الفردانية.